أثارت الدعوة إلى الجهاد أملا لدى ألمانيا في احتمال اندلاع انتفاضة إسلامية ضد أعدائها، أي ضد روسيا في آسيا الوسطى، وبريطانيا في مصر والهند، وفرنسا في المغرب العربي. ولهذا فقد قامت برلين بمساع لدى إسطنبول للتشجيع على إعلان الجهاد، وما إن تم ذلك حتى بدأت برلين في بذل محاولات ممنهجة لاستثمار الدعوة إلى الجهاد استثمارا دعائيا يخدم مجهودها الحربي. فكان أن استعانت بمثقفين وعلماء دين عثمانيين، كان منهم أمير البيان شكيب أرسلان والشيخ صالح الشريف التونسي، الذي نشر له في برلين كتاب بالألمانية بعنوان حقيقة الجهاد. بل إن الأمر بلغ بالسلطات الألمانية حد الأخذ منذ عام 15 في إصدار جريدة باللغة العربية لهذا الغرض اسمها